فيديو خفيف هقول فيه معلومة أنا عايشة معاها بقالي كتير كتير. احنا لما بنيجي ندعي ربنا بندعي ربنا بكل حاجة. يعني مثلا لو بتكلم عن حالي فأنا بدعي ربنا في كل حاجة وفي أدق التفاصيل وفي أقل الحاجات وأكبر الحاجات، في كل حاجة بنسأل ربنا عن كل شيء في الحياة. بس واحنا بنسأل ربنا عن كل حاجة ما بنسألش ازاي. يعني أحيانا الإنسان بيسأل ربنا المستحيل، ما بسألش ازاي هيحصل، بسيبها تحصل زي ما ربنا هيدبرها وزي ما ربنا هيخططها. كده كده متأكدين ان هي هتحصل بأفضل طريقة ممكن تحصل، لأنها تدابير رب العالمين. بلاش واحنا بندعي ربنا نتعدى حدود نسأل ازاي هتحصل، لأن قدرة ربنا غير محدودة وعطاؤه غير محدود وغير مشروط. لما تيجي تتعامل مع البشر جزء أو نوعية منهم هيبقى عطاؤه مشروط أو محدود بأشياء معينة. أصلا البشر قدرتهم محدودة، بس لما بتتعامل مع رب العباد انت بتتعامل مع قوة خارقة. انت بتتعامل مع اسأل وسيبها على ربنا. عارفين لما والله مثل اعلى هو نفس الحاجة كده، لما تيجي مثلا وتقول لحد انا عايز اعمل حاجة الفلانية فيقولك سيبها عليا انا هعملها. طب هتعملها ازاي؟ احنا بشر فهنسأل بعض هتعملها ازاي؟ هعملها، هتصرف. انما لما نتكلم عن رب العباد والله المثل الاعلى نيجي نقول له يا رب انا عايز الحاجة الفلانية، الحاجة انت عارف في قرارة نفسك انك توصل لها دي حاجة صعبة جدا، لكن بتدعي كلك يقين. لكن بتدعي كلك يقين انها تحصل فعلا. تحصل ازاي؟ فين؟ امتى؟ مش بتاعتك خالص. ده جزء كده خاص بربنا، دي بتاعته هو. سيبها وهو هيدبرها بأفضل طريقة وبأكتر طريقة ممكن انت تتعجب ليها، اللي هو واو ازاي حصلت دي. لما تيجي تدعي ادعي بيقين، ادعي وتوكل. وخلينا ما ننساش ان الدعاء هيبقى له 3 حالات. الحالة الأولى يا إما دعائك يستجاب فعلا زي ما انت عايز، يا إما يستجاب بس مش دلوقتي وبطريقة انت ما كنتش تتخيل ان هي تحصل بيها. حلو. يا إما ما يستجابش خالص بس ستيل دي عبادة انت قمت بيها، ستيل الدعاء ده هيفضل محطوط لك بيه حسنات، ستيل هيشيل عنك يوم القيامة حاجات انت برضو ما كنتش تتخيلها. سيبها زي ما ربنا هيدبرها. انت هتشوف وهتتعجب ازاي حصلت، وهتبقى مبهور بالنتيجة فعلا. فادعي وتوكل. السلام عليكم.